في تجربة قبلي واحد صديقنا وهو نصحني قال لي: "أنت بس روح وهن بيهتموا فيك." وما كان عندي قلق أبدًا، أبدًا، أبدًا ولا 1%. شغلة وقبل السفر لمصر إيه أكتر حاجة كانت شاغلة بالك؟ والله كان شاغلة بالي إذا بتنجح الزراعة والّا ما بتنجح. أهلا بيكم، أنا اسمي عبد الله عبيد، مدير التنفيذي لشركة ماكرو كير والشريك المؤسس لشركة ماكرو كير للسياحة العلاجية. إحنا النهاردة معانا تجربة استثنائية مع مسيو هنري اللي جه من لبنان مخصوص عشان يبدأ واحدة من رحلات العلاج الاستثنائية واللي الحمد لله كللت بزراعة كلى ناجحة والحمد لله مر منها بسلام. النهاردة احنا هدفنا ان احنا ننقل تجربة علاجية كاملة زي ما هي حصلت في مصر، ازاي كانت رحلة العلاج بداية من لبنان لغاية مصر. سيو هنري، ثانك يو ان انت قابلت حبيبي ان احنا شكرًا، نصور شكرًا، سوا شكرًا أخي عبد النهارده. الله. خلينا نبتدي من اللحظة اللي انت بدأت فيها تحس ان في مشكلة، وازاي بدأت رحلة التفكير في العلاج في مصر. هي بلشت من شي تقريبًا سنتين وكم شهر لورا، وقتها أخدت كورونا، ومن بعد كورونا صارت الوظايف الكلى تتراجع لحديت ما وقفت كليًا يعني. كنت ببيروت وبلشنا من تحت العلاج غسيل كلى. غسّلنا تقريبًا شي سنتين وشوي. وبلشنا رحلة العلاج من تحت. نشوف options، شو الprocess. نحن ما بنفهم فيهم، ما بنعرف شو كيف تصير الprocess، كيف تصير الprocedure، ما بنعرف فيها، شي جديد علينا. لحديت ما من تقريبًا من شي كذا شهر لورا تعرّفنا على شاب كمان كان موجود بمصر، صديقنا، وقال لي: "إذا بدك تعملها بمصر بتروح عند جماعة اسمه الماكرو كير." أعطاني رقمهم، أعطاني رقم الأنسة هبة وقال لي: "تواصل معها." والتجربة كانت منيحة، فتواصلنا مع الأنسة هبة. ومن بيروت يعني تقريبًا صرنا عم نتواصل نحن قبل ما نخلّص بشي كذا شهر، صار لنا شي 5، 6 شهور بنحكي معكم من بيروت لحديت ما هلأ وصلنا. كنتم مرافقيننا يعني لحتى خلّصنا. ممتاز. وقبل ما تقرر ان انت تبتدي العلاج في مصر كان في خطة ليك انك تبتدي علاج في دول تانية؟ بعض إيه، المرضى بيكون عندهم خيارات، يعني وجهات سياحة علاجية مختلفة. كان عندنا الهند، كان عندنا العراق، كان عندنا، بس ما كانت مسهّلة، كانت معقدة كتير القصص. ما كنا نعرف حدا بيعرف بالinternal process. ما كنا نعرف ناس، وكانت معقدة كتير. ما نعرف شو الإجراءات، وما نعرف لمين نروح، ما نعرف لمين نوصل. وفي الاختيارات دي مريتوا بتجارب، سألتوا ناس، سألتوا أطباء، سألتوا حاجات من النوع ده؟ سألنا كتير، بس كمان ما نوصل لجواب مقنع. ما نوصل لجواب مقنع أو لجواب بيحسسك إنه أنت رايح على محل آمن. كويس. وإيه اللي خلاك تبتدي تدور على جهة، يعني كنت ممكن تروح على المستشفى على طول، إيه اللي خلاك تدور على جهة تساعدك في كل البروسيس دي؟ لأنه إحنا ما بنعرف، يعني ما بنعرف شو الprocess تبع زراعة كلى، ولا مرة صايرة معنا. صحيح. ما عندنا خبرة فيها، فبدك حدا يكون فهمان اللعبة، فهمان كيف تمشي الأمور. الحكمة، المستشفى، الإجراءات، الأوراق، كلها يكون واضحة يعني. نحن ما بنفهم فيها. وفي الوقت ده قبل يعني تمام ابتديتوا تتعرفوا على ماكرو كير وعرفتوا إيه البروسيس، إيه المخاوف اللي كانت عندك؟ يعني قلقان من إيه؟ جاي على مصر تعمل عملية كبيرة؟ ليك ما قلقت ولا مرة قلقت، ولا مرة قلقت، لأنه كان في تجربة قبلي. كويس كان جدًا. في تجربة قبلي واحد صديقنا وهو نصحني قال لي: "أنت بس روح وهن بيهتموا فيك." وما كان عندي قلق أبدًا، أبدًا، أبدًا ولا 1%. عظيم جدًا. لأنه من أول يوم حكينا معكم، حطيتونا مع الحكيم، مع الدكتور، وحكينا مع الدكتور وشرحنا له الفهم اللي علينا شو الإجراءات، وفهم علينا شو الفحوصات. فكانت شغلة. وقبل السفر لمصر إيه أكتر حاجة كانت شاغلة بالك؟ والله كان شغلة بال إذا بتنجح الزراعة والّا ما بتنجح. بس هي إذا بتنجح والّا ما بتنجح. بس الحمد لله هلأ و صار لنا 40 يوم. ومين كان بيدعمك في القرار ده؟ يعني كنت أنت مقرر إنك هتسافر لمصر، زوجتي، أكيد سألت ناس زوجتي أكيد. زوجتي كانت قالت لي: حد كان متردد معاك في إنه "لا، لأ لا، لأ، مصر لأ لأ، لأ أبدًا." بس كل الناس شجعتك إنك أنت آآ تيجي لمصر؟ كلنا، لأنه أحسن خيار بالنسبة للمعلومات كان عندنا إياه. عظيم جدًا. في الفترة دي
ابتديتوا تجهزوا الفحوصات تجهيزات صح. وان انتوا تقابلوا الدكتور، ايه اللي حصل من قبل ما تيجي على طول في التجهيزات دي لغاية ما قبل العملية؟ نحن كنا مجهزين الفحوصات كانوا معنا. تواصلنا مع الأنسة هبة وبعتنا لها إياهم، فرجيتهم للدكتور، شافهم هو وحدد معنا موعد أونلاين، شافهم كلهم. نحن كان الفايل جاهز، ما كان في شيء، أكيد من بيروت، كله معمول ببيروت. فبس شاف الدكتور إنه الفايل جاهز والفحوصات كاملة، قالنا أوكي صار فيكم تجوا. يعني ممتاز. بس بدنا نعيد، يعني بدنا نعيد ممتاز. كل الإجراءات حسب القانون المصري، فجينا. وهل حسيت ان الدكتور يعني بياخد القرار الصح في كل خطوة، بيعيد الفحوصات، بيراجع؟ ليك بعيد كتير. مم. بعيد كتير، يلي هو شغلة كويسة. الفحص اللي بده مرة بيعيده 3 مرات، والتحليل بده مرة بيعيده كمان 3 مرات، ومش دكتور واحد. الحلو إنه في كذا دكتور، كذا دكتور في كل السبيشاليتيز وكل كل التخصصات. السبيشاليتيز، كل التخصصات، وبعيدوا كتير. عندنا كتير فحوصات لنتأكد إنه كل شيء مظبوط. ممتاز جدا. ماكرو كير كان دورها ايه في الفترة دي؟ والله هي سهلت كل شيء. يعني احنا لا مم. بنعرف المستشفى، ولا بنعرف الأطباء، ولا بنعرف وين نروح وكيف نظبط الأوراق بالدوائر، القصص الدوكيومنتس، القصص الليجل، ما بنعرف يعني وين نروح وين نجي، خارجية وداخلية ومدري شو، ما بنعرف. انتوا اعطونا جايدنس كيف وين نروح وشو الورقة المضبوطة. ايه اول انطباع ليك اول ما قابلت الدكتور قالوا لي انا يحكي لك قالوا لي الخطة؟ الدكتور كتير كويس وعن تجربة. يعني انا مم. جاي لانه في تجربة سابقة قبل. صحيح. قالوا لي انه الدكتور سوبر كويس وشاطر كتير. فبس شفناه اول مرة ارتحنا، بس شفناه هو التيم تبعه يعني. في كذا دكتور معه، اوكي. ارتحنا لانه فرجونا كل شيء وقالوا لنا كيف بدها تصير القصة، وما في ولا سؤال الا ما جاوبونا عليه. كانوا بيوضحوا لك كل خطوات العملية، كل شيء كل من الكومبليكيشنز اول اللي ممكن نهار نحتاجها لا لاخر نهار. قدر الله. في وقت حسيت ان لا الموضوع صعب وخفت، قلقت، تعبت؟ ايه، اكيد تعبت لانه سفر وغسيل اصلا سؤال يعني، انت كنت مريض بمشاكل الكلى، الغسيل الكلوي ده بالنسبه للمريض الكلى كارثة. عامل ازاي؟ غسيل هو كارثة. مم. يعني قد ايه بتكون تعبان، بتتعب زيادة 10 مرات مم. من جلسة انا كنت الغسيل بتغسل 3 مرات في في الاسبوع، الأسبوع. 4 ساعات كل صح. جلسه. الوقت ده كنت بتعمل فيه ايه؟ يا بشتغل يا بنام، بس عادة مم. بشتغل. يعني بيكون مم. معي شغلي، بيكون معي لابتوب تبعي بشتغل. وطبعا طول الوقت يعني تحس ان هو حاجه متعبه جدا جدا. كتير متعبة. من بعدها بدك مم. شيء نص نهار لترتاح. حاليا بعد العمليه الحمد لله ما بقاش في الوقت اللي كنت بتقضيه في وقت الغسيل ده. لا الحمد لله، لهلا الحمد لله كله كويس. بده شوية تظبيطات، أدوية وعلاج بس الحمد لله كله أندر كنترول. الحمد لله. خلصنا العمليه، ابتديت فتره التعافي. ماكرو كير كانت بتعمل ايه معاك في الوقت ده، وانت مريت بالتجربه دي ازاي؟ التعافي هو شغله كتير مهمة من بعد العملية، لأنه أقل غلطة كأنك ما عملت شيء. ففترة التعافي ماكرو كير كانت معنا مشان تحاليل، مشان المتابعة مع الدكاترة، مشان إذا صار معنا شيء دغري نبلغ وهن يقولوا للمستشفى، والمستشفى تبلغ الدكاترة، والدكاترة يقولوا لنا شو الحل. فكانت فترة المتابعة هي أهم شيء. وفروا لك بعد العلاج حاجات متعلقة بالتمريض، وفروا لك حاجات متعلقة بالرعاية المنزلية أو ايه مزبوط. في كذا شغله انا ما كنت اعملهم بالمستشفى، فيجوا يجوا الفريق التمريض عندي على البيت، يحطوا لي الادويه اللازمه بدون ما اروح على المستشفى بالبيت. هل لاحظت أي اختلاف بين الفترة اللي قبل العملية وقبل ما تدخل الجراحة وبعد العملية في الدور بتاع ماكرو كير، في الاهتمام، في لا، الرعاية؟ هي ذاتها ضلت مثل ما هي، وبعتقد حتضل من بعد. يعني بعد في عنا أكيد. بعد في عنا مرحله السنة كلها اللي بعد العملية بتبتدي صح. ماكرو كير تساعدك في كل الخدمات الطبية. بعيد بقى عن المستشفى، زرت أماكن في مصر؟ أنا رحت على محل واحد على المتحف امبارح. متحف الحضارات. ايه، متحف الحضارات. لا، ما زرت اماكن سياحيه لانه ما كان في، ممنوع لانه إن المناعه. أنت تتجول في البلد. ايه، ممنوع اتجول، وبدي ضلني حاطط الماسك والمناعه واطيه. وكملت في الأكل المصري ولا أكل بس لبناني؟ اكل بالبيت.
خالص ما جربتش اي اكل لا مصري؟ لا 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 الاكل بالبيت ما طبختش اي اكل مصري بما ان عندك لا الانجريدينتس؟ ما بنعرف ما بنعرف. فاكل البيت كان زوجتي هي اللي كانت عم واتعاملت مع الناس والتعامل في المستشفيات وفي الشوارع ايه رايك في المصريين؟ لك اول زياره ليك لمصر صح؟ لا مش اول زياره. كويس. مش اول تاني زياره. كام زياره كام؟ 5 6. وازاي شفت الزياره دي؟ المره دي كانت اطول واحده. اطول وحده بس معظم الوقت كان بالمستشفى. يعني معظم الوقت كان التعاطي مع الناس المستشفى. ما كتير شفنا ناس برات المستشفى لانه كل الوقت كانت جوا. ويعني في خلال الفتره دي لو حد من اصحابك بيسالك انتوا يعني انا بفكر على اخرج اتعالج بره لبنان، تنصحه ان هو يجي يتعالج في مصر؟ قلنا له للدكتور من يومين، قلنا له اذا في حدا قالنا في عنا نفس الكيس حنبعته لعندكم. ممتاز. لو ماكرو كير ما كانتش موجوده معاك في الرحله دي والله كان صعبه. كان ممكن يعني الشكل الاجراءات كانت ممكن كان تاخد صعبه. وقت ما كنا إزاي؟ نعرف. ما بنعرف وين نروح وين. ما بنعرف. يعني نحن غرب على البلد. ما بنعرف شو الاجراءات. ممتاز. بدك حدا يكون بيفهم فشغالين على الواتساب. حتى استاذه هبه استاذه هبه غير شيء. استاذه هبه لو ما هي ما كنا خلصنا بهالوقت السريع. كنا تعذبنا. هي تحب توجه اي كلمه لاي شخص كان واقف معاك الفتره دي يساعدك؟ حبيبي انا يعني كل هالفتره من سنتين لهلا العائله وقفت حدي. زوجتي وقفت حدي اكيد. القرايب كانوا كمان واقفين حدي. فقطعت الحمد لله. قطعت. ان شاء الله نضلنا مكملين ان بالتحسن. شاء الله. ان شاء الله. فشكر كبير لها. هي اكتر وحده حملت معايا. ف ان شاء الله بنعوض لها اني بايام احسن باذن الله. ممكن تزور مصر مره تانية قريب؟ مش للعلاج بقى خلاص؟ ايه بعتقد. بعتقد ايه. شي محل على البحر بكون كويس. ويا ريت في الغردقه وسفاجه صح. هناك برضه ممتاز. لو حد بيدور على شركه تنظم له كل الرحله الطبيه بتاعته دغري بعطي رقم انسيابها بقول له احكي معه. والويب سايت. طيب عندنا ويب سايت واب وعندنا كل الحاجات. بنعطيهم بنديهم اكيد بنديهم. بس انا اسرع اكيد بعطيه الرقم يعني تقول له اي ريكومند. يعني 24 اي ساعه ريكومند. صح. متحيد. شكرا ليك حبيبي. شكرا. وتعبناك وميرسي لذوقك انك شرفتنا. ثانك يو حبيبي. الحمد لله على سلامتك. ثانك يو حبيبي. ان شاء الله ترجع لبلدك وترجع لاولادك بكل خير وسلام. ثانك يو سير. دي كانت رحلتنا مع مستر هنري. الحمد لله زراعة كلى ناجحة في مصر. مثال لأن الأطباء في مصر على أعلى مستوى، الفاسيليتي في مصر على أعلى مستوى، المودرن فاسيليتي في خدمات السياحة العلاجية بقت على أعلى مستوى في مصر، وجاهزين لاستقبال حالات أصعب، حالات very complicated، حالات فيها مشاكل كتيرة جدا نقدر إن احنا نعدي بيها ونوصلها لبر الأمان وتمر برحلة العلاج والتعافي في مصر إن شاء الله. Your side, feeling alive, guiding your journey step by step, here to protect, here to help.